أهلا بكم معانا. النهاردة هنغوص في موضوع عمل ضجة كبيرة الأيام اللي فاتت في كرة القدم. بنتكلم عن فوز بيراميدز اللي البعض بيقول إنه مزعوم بدوري أبطال أفريقيا، والأهم التصريحات النارية اللي طلعت من رمضان صبحي بعدها، وكمان الرد القوي خصوصاً من الكابتن محمد أبو تريكة. معانا مقطع يوتيوب بيغطي كل ده وهنحلله سوا. أهلا بيكي وبالجميع. الموضوع فعلا يستاهل النقاش، لأن الكلام اللي اتقال كان قوي جدا من الطرفين. خلينا نبدأ بكلام رمضان صبحي زي ما المصدر نقله. هو بعد الماتش اللي قالوا إنه فوز على سان داونز اتكلم لقناة الشرق وقال إن ده الطموح الحقيقي، وحاول يوضح أهمية ده بإن النادي لسه متأسس من 7 سنين بس. أيوة، ونقطة إنهم كسبوا كأس مصر قبل كده وقريبين منه تاني، دي كانت البداية، تمهيد للي جاي. بالظبط، التمهيد للي قلب الدنيا بقى. لما قال إن بيراميدز هم أبطال الدوري الحقيقيون، دي كانت بصراحة قوية جدا جدا، وقال إن اللقب اتسرق منهم بفعل فاعل كمان، وده يخلي بيراميدز الأول بفارق نقطة. اتهام صريح للمنظومة كلها. مش بس كده، ده كمان عبر عن ثقة كبيرة قوي إن المحكمة الرياضية هتنصفهم قريبا. قال في شكوى مشتركة مع الزمالك. نقطة الشكوى دي مهمة برضو في كلامه. وبعدين وجه رسالة مباشرة لجماهير الأهلي، قال لهم بما معناه إنهم سخروا من طموحه لما راح بيراميدز. قال لهم شوفوا دلوقتي رمضان بطل أفريقيا مع بيراميدز، واتكلم عن التأهل للإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية 2029. وغمز من قناة إن الأهلي لسه متأهلش لكأس العالم للأندية دي حسب كلامه هو طبعا. بالظبط، لدرجة إنه قال إنهم احتفلوا بالدوري خلاص داخلياً ومستنين بس قرار المحكمة عشان الاحتفال الرسمي. كلام ناري فعلاً. أكيد ناري، وده اللي خلى رد الفعل خصوصاً من أبو تريكة يكون له وزن كبير. المصدر نقل رد أبو تريكة من قناة الدوري والكأس. أبو تريكة بدأ بتعليق يمكن جانبي شوية على طريقة احتفال صبحي بالسيجار والجماهير اللي قالوا إنها مدفوعة. قال إنه مش متفاجئ. تمام، بس الأهم بقى في الرد نفسه. الأهم هو اللي جاي. أبو تريكة بدل ما يدخل في جدل مباشر بنفس طريقة صبحي، استخدم لغة الأرقام والإنجازات. فكر الناس بإنجازات الأهلي من ساعة ما صبحي ساب النادي من حوالي 6 سنين. ودي كانت نقطة قوية جدا في الرد. جدا. عدلهم 4 دوري أبطال أفريقيا، 3 برونزيات في كأس العالم للأندية، ده غير البطولات المحلية والقارية التانية. المقارنة هنا طبعا بتدي بعد مختلف تماما لإنجاز بيراميدز الحالي، حتى لو افترضنا صحته. بالظبط. رد أبو تريكة بيعتمد على قوة التاريخ في الكورة. الألقاب دي بتعمل إرث كبير، صعب أي إنجاز فردي مهما كان يغطي عليه بسرعة عند الجمهور. المصدر بيضيف إن أبو تريكة قال كمان إنه صبحي نفسه ندمان وعايز يرجع الأهلي، بس الباب مقفول قدامه. هل دي معلومة مؤكدة في المصدر ولا تحليل؟ المصدر نقل كلام أبو تريكة زي ما هو، ما قالش هو عارف منين موضوع الندم ده. بس سواء معلومة أو استنتاج، هي بتخدم فكرة أبو تريكة الأساسية، إن الأهلي هو الكيان الأكبر أيوة، وإن طموح اللاعب ممكن يكون شيء، وواقع النادي وتاريخه شيء تاني خالص. وأبو تريكة ما بصش للماضي والحاضر بس، لا، ده اتكلم عن المستقبل كمان، عن مشاركة الأهلي المؤكدة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، الاحتكاك بأندية عالمية كبيرة. تمام، ولعب ماتشات ضد أندية زي ريال مدريد ومانشستر سيتي، وحتى لمح لاحتمال مواجهة ميسي في الافتتاح. ده بيرفع النقاش لمستوى تاني خالص، مستوى عالمي. طيب وفريق الأحلام اللي اتكلم عنه؟ دي نقطة تانية. المصدر بيقول إن أبو تريكة توقع إن الأهلي هيعمل فريق مرعب الموسم الجاي، بوجود أسماء زي تريزيجيه، زيزو، بن رمضان، إمام عاشور، وسام أبو علي، وبن شرقي. تشكيلة قوية جدا لو حصلت. بالظبط. وبناء على ده توقع إن بيراميدز حتى لو معاه اللقب القاري ده مش هيقدر ينافس الأهلي على أي بطولة الموسم الجاي. الرد كان شامل، تاريخ، حاضر، ومستقبل متوقع للأهلي في مواجهة لحظة بيراميدز الحالية المثيرة للجدل. هو ده بالظبط صراع روايات. رواية صبحي اللي بتحتفل بلحظة انتصار يمكن تكون تاريخية لناديه وبتشكك في المنافس، ورواية أبو تريكة اللي بتستدعي كل ثقة للتاريخ والإنجازات والمستقبل، وبتحط الطموح اللاعب نفسه في سياق مختلف وأكبر. تمام. وده بيخلينا نفكر في سؤال أعمق شوية للمستمعين.
لغاية فين ممكن الجدل الإعلامي والتصريحات اللي بره الملعب دي يعني تشكل أو حتى تغطي على قصة النجاح الحقيقية اللي بتحصل على الأرض في عقول الناس؟ سؤال مهم فعلا. وإزاي الطموح الشخصي للاعب وولاؤه لنادي معين وتصورات النجاح المختلفة دي كلها بتتداخل في عالم الكورة اللي بتحركه مش بس المهارة، لأ كمان العواطف والبزنس. نقطة تستحق نتأمل فيها. النهاردة بنلقي نظرة كده معمقة على استعدادات النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، النسخة الجديدة طبعا. وتحليلنا ده مبني على آراء مجموعة محللين ونجوم كورة زي ما ورد في نقاش تلفزيوني متخصص يعني. والسؤال بقى الأهم، إيه أكبر التحديات وإيه الفرص اللي قدام الأهلي حسب كلام الخبراء دول؟ طيب خلينا نفكك الموضوع ده سوا. أول تحدي الكلام كان واضح جدا عليه، عامل الوقت ودمج اللعيبة الجديدة دي كلها. يعني وصول مدرب جديد خوسيري بيرو وكمية اللعيبة الجديدة دي طبيعي محتاجين وقت للانسجام عشان يفهموا أفكاره التكتيكية. أكيد، وخصوصاً لو أفكاره مختلفة عن اللي قبله. بالظبط. والمصدر كمان أكد إن قلة الماتشات الودية دي عقبة حقيقية ممكن تبطئ الدنيا شوية. لدرجة إن في محللين قالوا إن الأهلي في المرحلة دي بيواجه نفسه أكتر ما بيواجه أي حد تاني بسبب الظروف الداخلية دي. وهي مثير للاهتمام هنا، يعني حسب اللي اتقال إن ممكن الضغط الأكبر ما يكونش جاي من المنافسين نفسهم، لأ جاي من جوه التوقعات العالية قوي من الجمهور، خاصة بعد الصفقات دي كلها. تمام. والحاجة الملحة إن الانسجام يحصل بسرعة وفلسفة المدرب تطبق فوراً. ده بيمثل ضغط داخلي كبير جداً بصراحة. فيبدو إن تجاوز التحدي الذاتي ده هو أول خطوة مهمة عشان الفريق ينطلق كويس في البطولة. صح. طيب نروح للتحدي التاني اللي هو بقى المنافسين نفسهم والضغط الخارجي. المصدر وضح إن الأهلي هيصطدم بفرق قوية ومدارس كرة مختلفة زي انتر ميامي، بالميراس، ممكن بورتو بعدين. فرق مش سهلة أبداً. لا طبعا. الفرق دي حسب التحليل بتلعب برتم سريع بحدة عالية بنسق مختلف تماما، وده هيحتاج مجهود بدني وتركيز تكتيكي عالي قوي من الأهلي. وماتش الافتتاح بالذات ضد انتر ميامي ومعاهم ميسي ده لوحده ضغط عصبي خاص. طبعا. التحليل قال جملة لطيفة، إن لاعب زي ميسي ممكن يحسمها في لحظة، يعني على بعد فاول. هو ده. ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر، فالتحدي مش بس في اسم ميسي أو غيره، التحدي الحقيقي في القدرة على التكيف التكتيكي جوه الماتش. تمام. يعني السؤال اللي انطرح هو، هل الأهلي مع ريبيرو هيقدر يرفع رتمه عشان يجاري فرق زي بالميراس وبورتو المعروفة بقوتها البدنية وسرعتها، ولا هينجح إنه يفرض رتمه هو يمكن أهدى شوية ويحاول خلينا نقول يجمد اللعب عشان يكسر حدة المنافس؟ ده الاختبار الفني الحقيقي للمدرب وللاعبين فعلا. بس في نقطة قوة مهمة برضو التحليل اتكلم عنها كتير للأهلي، اللي هي التمرس. الخبرة يعني. بالظبط. مشاركات الأهلي الكتيرة قوي في البطولات الكبيرة دي خصوصا كأس العالم للأندية ادت للعيبة خبرة وثقة كبيرة. يعني الخبراء شايفين إنه ما بقاش فيه الرهبة دي من مواجهة فرق عالمية كبيرة. دي حقيقة. واستشهدوا بتجربة المغرب في كأس العالم، إزاي تمرس لاعيبتهم المحترفين في أوروبا زي حكيمي وبونو ساعدهم يتخطوا فرق كبيرة جدا. صح، كان عامل مهم جدا. وقارنوا كمان بين أداء الأهلي قدام اتحاد جدة في 2005 وأداؤه قدام نفس الفريق وهو معاه بنزيما في 2023. فرق الثقة والخبرة كان واضح. قيمة التمرس دي مفيش عليها خلاف، ده رصيد مهم قوي. بس التحليل ربطها بالتحدي التكتيكي بتاع المدرب الجديد. إزاي؟ يعني هنا بتظهر أهمية إنه يختار التشكيلة الصح، ال11 لاعب الأساسي، وإزاي عناصر الخبرة اللي موجودة بالفعل في الفريق زي ديانج مثلا يقدروا يساعدوا في تطبيق أفكار ريبيرو بسرعة. تمام. حتى كان في إشارة لأهمية دور المساعدين زي عماد النحاس في إنهم ينقلوا للمدرب صورة واضحة عن إمكانيات اللعيبة، مين جاهز ينفذ خططه كده. ده ممكن يقلل فترة الانسجام المطلوبة دي. نقطة مهمة فعلا. التحليل كمان ذكر الفرص المتاحة للأهلي يمكن باختصار شوية. أولاً فرصة إن الأهلي يعمل تاريخ ويتأهل لدور ال16 لأول مرة بالنظام الجديد ده إنجاز كبير لو حصل. أكيد إنجاز كبير جدا. وثانياً الفوائد التسويقية والمالية الكبيرة. التحليل وصفها إنها ممكن تكون براندينج وماركتينج مرعب للنادي لو عمل نتائج كويسة. ده غير طبعاً العوائد المادية المباشرة من المشاركة والتقدم في الأدوار.
إذن يعني خلاصة الكلام ده كله إيه؟ الأهلي داخل البطولة دي أمامه تحدي داخلي كبير، الانسجام السريع تحت قيادة جديدة وتوقعات جمهور عالية جدا. صح. لكن في المقابل عنده سلاح قوي هو الخبرة والتمرس في البطولات الكبيرة دي، وده ممكن يساعده يتعامل مع الضغوط الخارجية والمنافسين الأقوياء بثبات أكثر. وهو ده اللي خلينا نفكر في سؤال أخير كده، يعني لما نشوف المزيج ده، تحديات داخلية زي الوقت والانسجام، وفي نفس الوقت خبرة متراكمة كسلاح خارجي، يا ترى مفتاح أداء الأهلي في البطولة دي هيكون في قدرة المدرب ريبيرو إنه يلاقي التوليفة الصح ويطبق أفكاره في وقت قياسي؟ ولا الكلمة الأخيرة هتكون لقدرة اللعيبة الخبرة دول أصحاب التمرس إنهم خلينا نقول يشيلوا الفريق في الأوقات الصعبة والماتشات الحاسمة حتى لو الانسجام التكتيكي لسه مش كامل؟ سؤال مهم.